كثير منكم اطلع على فتوى أعداء الوطن التي نسبوها إلي بكل انعدام حياء، ولا أقول قلة حياء، وبكل جرأة على الله ورسوله وعلى الذين آمنوا وعلى البشر كلهم. فأن تنسب فتوى لشخص معين ثم تبني عليها من المفاسد ما الله به عليم، هذا ينم على أنكم وصلتم إلى القاع، إلى الحضيض. ليس بعد ما وصلتم إليه مستوى آخر، ليس بعد القاع إلا القاع. فأولا كما قلت أعيد القول، الفتوى التي نشرت الشيخ البلاط، شيخ المخابرات وما نعرف ياش، يفتي بإبطال أو ببطلان صيام المغاربة إذا أفطروا على التمر الجزائري. التمر الجزائري يفطر الصائم، يعني الصيام باطل. هذا الكلام الفاسد لا يقوله أحدا، أولا لا يقوله أحد البتة، لا عالم ولا فقيه ولا مسلم عادي ولا حتى مجنون. ليس من مبطلات الصيام التمر الجزائري ولا الإسرائيلي ولا السعودي ولا المغربي. فإذا أقول حتى لا أطيل الكلام، القول بأني أفتيت ببطلان صيام المغاربة إذا أفطروا على التمر الجزائري فتوى باطلة مزورة مزيفة مدسوسة